الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. غالبا، يعني إن أردنا التحدث حول مسألة انحدار في المجتمعات، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الأدبي. أصابع الاتهام دائما تتجه نحو النقد، عملية النقد، على أنه عملية النقد منعدمة في هذا المجتمع، وبالتالي ما هو موجود على الساحة ليس بنقد، أو نقد توفيقي أو توافقي، أو يحاول ضبط الأمور ولا يضعها في نصابها، ولا يطلق عليها التوصيفات المناسبة أو ما يليق بها، أو يضعها في المقام المناسب. في هذا الاتهام شيء من الصحة. الأنظمة الاستبدادية دجنت الكثير من الأشياء أو من الحيوات في المجتمع، الحياة السياسية، الحياة الثقافية، النقدية، التشكيل. استنفرت كل التعابير المنتجة للقيم الثقافية والقيم الإبداعية لصالح نظام استبدادي معين، سواء كان ديني أو طبقي، ديني أو دنيوي. معلوم أنه في الاتحاد السوفيتي السابق كيف صار تتشكل مفاهيم نقدية فيما يتعلق بالأدب الاشتراكي، الواقعية الاشتراكية، الأدب الملتزم، الأدب الذي على أساس أنه يفترض أنه يخدم المجتمع ويخدم بيئة وطبقة معينة وإيديولوجية سياسية معينة، لا يخدم المجتمع بكل تنويعاته، بل يلغي هذا التنوع ويعتبره آفة من آفات ومفرزات المجتمع البرجوازي والمجتمع الطبقي. إلغاء الطبقات، إلغاء التفاوت الطبقي، إلغاء التنوع الطبقي، على أنه يعني آه هذا الفن أو هذا الإبداع أو هذه الموسيقى أو هذه السياسة كلها تجتمع في بوتقة واحدة، خدمة نظام سياسي معين. طبعا هذا النموذج من النظام السياسي يوازيه في الدولة الدينية أيضا، مثلا في إيران، كمثال واضح للدولة الدينية. طبعا الوضع يختلف في تركيا حاليا، النظام الحاكم هو نظام إخواني ديني خليط من القومية التركية والتوجه الإخواني الإسلام السياسي. لكن هنالك كوابح في تركيا، هنالك إرث من العلمانية وقوامه 70-80 سنة. علمانية نعم منتقصة، لكن هنالك شيء ما زال يكبح جماح السعي الإسلامي وأسلمة الدولة من بابها إلى محرابها، من ألفها إلى يائها. في إيران الوضع مختلف، هو نموذج لدولة طالبان السلفية الجهادية التكفيرية، لكن بطريقة أخرى. إذا قارنتم الآن السينما الموجودة في إيران، صحيح السينما ممنوعة عند طالبان أو التلفزيون ممنوع عند طالبان، لكن بالتقادم ممكن نظام طالبان يقدم نموذجا من التلفزيون، يقدم نموذجا من السينما، يقدم نموذج من الموسيقى بما ينسجم مع أيديولوجية الدولة. وبالتالي نحن في إيران إزاء دولة إسلامية طائفية قننت وقوضت وحجمت وضيقت الخناق على كل أصناف الفنون والآداب والترجمات. أي شيء يتعلق بنقد البيئة الإسلامية ومداخل البيئة الإسلامية، إذا تم انتقاد أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل أو الوهابية مباح، رغم أنه هذه أيضا تصنيفات أو تنويعات إسلامية. لكن ما يتعلق بالتيار الشيعي أو الإسلام الشيعي أو هكذا أو رموز هذا التيار،
يصار إلى يعني محاكمته يعني بتهم ما أنزل الله بها من سلطان. من هذه التهم يعني المس بالذات الإلهية، رغم أن الموضوع مش هيك يعني. توجيه النقد للخميني أو للخامنئي أو أي مرجع شيعي أو للفكر الشيعي، يعني هذا ليس لا يعتبر انتقادا أو انتقاصا من علي بن أبي طالب أو كذا. حتى ولو يعني تم انتقاد علي بن أبي طالب، هو بالنسبة لديهم معصوم على ولديه ولاية تكوينية، والكون كله يعني طبعا لا أريد الخوض في تنويعات أو تفرعات التيارات الشيعية، وكيف تنظر إلى علي وكيف تنظر إلى النبي وخلط الأمور. بمعنى الفن هناك مقنن، أي شذوذ أي خروج عن السياق العام يعتبر أنه مس بكينونة الدولة، بكينونة المذهب، بالدين، بالنبوءة، بالقرآن، بالله، بكل هالحلقات الضغط التي تحاول أن تقوى النقد بما يسمح وبما يدعم ويعزز شرعية هذا الفساد، هذا القمع، هذا الاستبداد. حتى ولو لم يكن مديحا في هذا النظام، إنما عندما تنتقد خصوم هذا النظام، أمريكيين، إسلام سني، السعودية، الخليج، مصر، أي دولة لها أو أي نظام سياسي له خصومة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أي شكل من أشكال الاختلاف مع إيران، حتى لو لم تكن مادحا لإيران، إنما إذا انتقدت خصوم إيران فهذا نقد مرحب به، حتى ولو كان يعني ينتقد الجانب الإسلامي في الخصوم يعني، ويقلل أو ينتقص أو يطعن في الجانب الإسلامي من الخصوم، هذا نقد مرحب به. طبعا مناسبة هذا الكلام يعني حلقات الضغط، أنا كتبت بوست وأشرت إلى تجربة الشيخ محمد متولي الشعراوي. طبعا أنا لست أول من انتقد الشيخ متولي الشعراوي، مصريين كثر انتقدوه على قاعدة سياسية، على قاعدة فقهية دينية اجتهاد، مو واحد. وأنا ذكرت يعني أنا لم أتناول التجربة ككل، لكن المنحى العام، الخط العام لتجربة الشيخ الشعراوي، قلت رأيي يعني هذا الرأي ربما يعني أن يكون خطأ يعني أو يكون صوابا، يعني على قاعدة الإمام الشافعي، يعني رأيي خاطئ يقبل الصواب، ورأيك صائب يقبل الخطأ. والشافعي هو من هو إذا وضعناه في ميزان الفقه والاجتهاد والحضور والتأثير. الشافعي صاحب مذهب، وليس يعني الشعراوي لا يقارن يعني بالشافعي فيما يتعلق بالاجتهادات والفتاوى والتأثير والوزن وكل التفاصيل. الشافعي يفتح الباب أمام الاجتهاد والديمقراطية وتبادل الرأي يعني، ويخاطب نفسه يعني رأيي صائب يقبل الخطأ، ويخاطب المختلف رأيك خاطئ يقبل الصواب. لكن أنصار الشيخ الشعراوي يعني امتعضوا وانتفضوا ويعني وزعلوا. ليش يعني؟ هذا بحث عن الشهرة. أي شهرة؟ الشهرة تأتي من مديح الشعراوي، وليس في وضع ملاحظة أو انتقاد على تجربته، وهو إنسان غير معصوم عن الخطأ يعني. وكلنا يذكر يعني حديث أبي بكر عندما توفى الرسول: من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن يعبد الله فالله حي لا يموت يعني. فأعتقد أن هذا القول لأبي بكر عندما اعترض عمر على وفاة الرسول، على أنه هو يعني بشر، الرسول بشر يعني، كلفه اصطفاه الله من دون العالمين لكي ينقل الرسالة، ولكن بالمحصلة فهو بشر. إذن يعني لكن البعض
من أنصار الشعراوي وقفوا مع هوشنغ في انتقادات أخرى، يعني في الحيز الذي يعجبني يعني أنا مع انتقادات هوشنغ، لكن في الحيز الذي يقترب من أوثاني أو من أصنامي أو من ما أعتبره مقدسا وهو ليس بمقدس، أبدأ بالتشكيك بل أراجع نفسي حتى فيما يتعلق أن يعني في الجزئية التي أنا اتفقت فيها مع هوشنغ في موضوع آخر، قد يكون موضوعا أدبيا أو موضوعا سياسيا. إجمالا يعني لا يفهمن من هذا الفيديو أنني أرد على شخص أو اثنين أو ثلاث أو كاتبة أو كاتب، لا، أنا يعني أطرح وأحرك أسئلة بهذا الخصوص، وهذا متاح. يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه يركز على ملكة الفكر يعني والعقل، وعشرات المرات مذكورة في الآيات، يعني ومرفقة لعلكم تتفكرون أو لعلهم يتدبرون أو لعلهم يعلمون، يعني العلم والتفكير والتدبر كل هذه يعني التحريض على إعمال العقل بدل من النقل، هذا وارد يعني في النصوص القرآنية المقدسة. فيأتي شخص أو اثنان أو ثلاثة أو 10 ويقول لا، هذا خط أحمر، البخاري لا أحد يقترب منه، الشعراوي لا أحد، الغزالي لا أحد يقترب منه، حتى آخرين على المقلب الآخر. يعني إذا واحد أتى وانتقد ابن رشد فيقول من أنت؟ ابن رشد هو ابن رشد ودرس في أوروبا وهو شارح أرسطو، والأوروبيين اكتشفوا أرسطو عن طريق ابن رشد، ومن هذا الكلام الممانع الذي يقوض العملية النقدية القائمة على الأسئلة. طيب، هل الأسئلة التي أنا أثرتها في المنشورات هذا حقي؟ يعني أنا منحني الله عقلا أفكر به وأطرح أسئلة، وطرح الأسئلة منذ النشأة، منذ الطفولة وحتى مرحلة اليفاعة والشباب وحتى آخر العمر، والإنسان يسأل. الإنسان في كينونته من المهد إلى اللحد عبارة عن أسئلة، عبارة عن سؤال تتعلق بالوجود، بالكون، بكينونة الإنسان، الحياة، الموت. هذه الأسئلة سواء يعني تعبر عن نفسها في الفنون، في الآداب، في أدوات مختلفة في التعبير عن الرأي، يعني سواء كان تعبير مكثف أو تعبير موسع، يعني كتب، روايات، نصوص، شعر، كل التفاصيل. فهذا حق منحني الله، فمن يعني كيف لعبد الله أن يسلبني حقا منحني الله إياه؟ يعني ومنحني بالنص، منحني ومنح الكل. الواحد يتنازل عن هذا الحق ويعمل بلوك على دماغه، ويعني يمنع حيز التدبر والتفكر وطرح الأسئلة، ما يتعلق بتجربة شيخ، ما يتعلق بتجربة إمام، مرجع، إسلام سني، إسلام شيعي، هذا حقه. لكن تنازلك عن حقكما في التفكير وطرح الأسئلة، هذا لا يعني أنه أنا أيضا أتنازل في هذا الخصوص. وتنازلكما عن حق طرح الأسئلة والمراجعة والنقد، هذا ليس يعني فرضا علي أن ينبغي أن أقتدي منكما، ولا يمنحكما الفرصة والترخيص لكي تهاجم كل من يطرح سؤالا حول ما أنتم تخليتم عنه، عن هذا الحق الذي تخليتم عنه، حق الأعمال العقل بدل النقل. هذا الفيديو ليس ردا، هذا الفيديو محاولة إلى يعني الإشارة باتجاه أنه حق التفكير منصوص عنه في الديانات، في الفلسفات الوضعية، في كل شيء. يعني مش معقول
نأتي ونتنازل عنه. فيما يتعلق بموضوعة يعني هذا مش قضية بس الشيخ الشعراوي. يعني أنا ذكرت في البوست أنه إذا انتقدنا جمال عبد الناصر سيقال من أنصاره أنه هذا اعتداء على الأمة العربية والعروبة والزعامة. ومن أنت؟ ما على قولة القذافي، من أنتم يعني حتى يعني تنتقد الزعيم؟ طبعا خصوم أو اللي لهم ملاحظات على جمال عبد الناصر، الساداتيين أو الإسلاميين، بيفرحوا كل من انتقد. لكن عندما تقترب منهم، عندما تقترب من السادات، يقول حاشا وكلا، بطل الحرب والسلام وعمل كذا. يا أخي نعم فهمنا، بطل الحرب والسلام على عيني وعلى رأسي، بس في أمور أخرى. يعني هذا الزعيم الكبير يعني أخطأ، اجتهد وأخطأ. يعني دعونا نتفق على أنه بشر، يعني بيروح على التواليت، بيروح على الحمام، مثلي ومثل أين يمارس الجنس، بيدخن الأرجيلة، السيجار، البايب. نتفق على هذه البديهيات البشرية، مثل الشعراوي. يعني في فترة من الفترات وخصومة السادات مع اليساريين ومع الناصريين احتاج إلى شيء، إلى يعني داعم وسند ديني قوي. كان وجد ضالته في الشعراوي. هلا مؤسسة الأزهر حطوها على الجنب، يعني هي مؤسسة رسمية بالمحصلة، مؤسسة دينية مهمة، كبيرة، قوية، لها احترام شديد وحضور كبير في العالم الإسلامي، لكن بشكل أو بآخر لها طابع رسمي، ولها يعني تأثير فيما يتعلق بالعلاقة مع الرئاسة الرسمية، يعني الرئاسة المصرية منذ جمال عبد الناصر، وحتى قبل جمال عبد الناصر، منذ الحقبة الملكية. ما يعني أنا سجلت ملاحظة على سلوك الشيخ الشعراوي، وقلت أنه هو سجد، ومعروف يعني سجد شكرا لله على هزيمة مصر في حرب 67، هزيمة مصر وانتصار إسرائيل الدولة المعتدية على المقدسات الإسلامية، الدولة المعتدية على الشعب الفلسطيني، الدولة المعتدية على يعني مقدسات مسلمين مش بس فلسطينيين، واعتدت على لبنان، واعتدت على فلسطين، واعتدت على الأردن، واعتدت على سوريا وعلى مصر، وأكثر الدول المتضررة مصر. يعني لا أريد أن أتحدث عن الأرقام، حجم الضحايا المصريين وحجم الخسائر المادية، ومئات الطائرات في المطارات دمرت تماما، ويعني وضع كارثي أجبر عبد الناصر على تقديم الاستقالة. هذا متى؟ في 67. في 66 أعدم جمال عبد الناصر سيد قطب، ومعروف أنه ما فعله نظام عبد الناصر بالإسلاميين أنا لا أعلم. المصريون المعنيون والمتخصصون بهذا الملف ممكن أن يعطوني معلومات. أنا لم أسمع بأنه من قيادات الإخوان حتى ثأرا وانتقاما وتشفيا بهزيمة جمال عبد الناصر أنهم سجدوا شكرا لله. لصالح من؟ لصالح انتصار إسرائيل على جمال عبد الناصر. حجة الشيخ الشعراوي كانت أنه كنا في أحضان الشيوعية، إذا انتصرت مصر فسيصار يعني إلى فتنة في ديننا. شو فتنة في ديننا؟ ما يعني حجة غريبة عجيبة. طيب من يدافع عن هذه الحجة هو شخص مرجع ومجتهد وفقيه ورجل دين كبير، وفيما بعد صار وزير أوقاف وله وزن. طيب عندما يتخذ موقفا معينا أليس ينبغي أن يكون هنالك سند شرعي؟ طيب ما هو السند الشرعي من القرآن ومن الحديث الشريف الذي دفع الشيخ متولي الشعراوي إلى السجود شكرا لله على هزيمة مصر؟
يعني يا ريت يبرزوا لنا هذا السند الشرعي أو القياس، قياسا على الإمام الفلاني أو المرجع الفلاني. مراجع شيعة سنة شيعية أنا أرضى، قياسا على الموقف المرجع الشيعي الفلاني في الحقبة الفاطمية، في الحقبة الأموية، في الخلافة الراشدة، في الخلافة العباسية، أي وضع تاريخي أحد الأئمة والفقهاء وأصحاب المذاهب الكبار من الصحابة ومن التابعين ومن تابعي التابعين سجد شكرا لله على هزيمة بلده، لأنه هذا البلد كان يحكمه سلطان جائر. لكي نقول أنه موقف الشعراوي يعني ينسجم مع موقف الفقيه الفلاني صحابي تابع يعني من التابعين أو تابعي التابعين أو المتأخرين. من التاريخ الإسلامي هل يوجد شيء يعزز هذا الموقف؟ طبعا قيل أنه هو اعتذر عن هذا الموقف. طيب اعتذر عن جيد. هذا أنا ما بعرف إذا الموضوع هذا الخبر مؤكد موثق ولا لا، إذا اعتذر أو لم يعتذر في هذا الخصوص. يعني إذا يعترف إن إذا اعتذر معناته هو أخطأ، إذا هو بشر. إذا أخطأ في هذه الجزئية وهي جزئية في منتهى الخطورة، ما يعملوها هيك ببساطة. إذا معنى ذلك أنه ربما أخطأ في اجتهادات أخرى فيما يتعلق بزرع الأعضاء، فيما يتعلق يعني الضغوطات التي كان يمارسها على الفنانين في أغانيهم وفي أفلامهم وفي قضايا. يعني سجل الشيخ متولي معروف، مسألة الشركات، توظيف الأموال، كل هذه القصص موجودة، وخزانته من الاجتهادات الغريبة واللي تثير الأسئلة والانتقاد كثيرة. هذا ليس يعني بحثا عن الشهرة وكذا، ولا يأتي واحد أنه يقول لي لا هذا موضوع ديني. هذا مش الحديث عن المتدينين لا يعني حديث عن الدين. أي نحن نتحدث عن رجل توفي في 98 1998، يعني قريب. لا نتحدث عن المتأخرين، ما عم نحكي لا عن البخاري ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن الخلافة الراشدة وما جرى فيها وفي التاريخ الإسلامي القديم الغائر في قبل 1400 سنة. نحن نتحدث عن أمور معاصرة من 67 وحتى 98، يعني مش أمور غريبة تأتي يعني فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي ضعه جانب. نقرأ مثلا أقول مثلا يعني أنه قصيدة لمحمود درويش. ومحمود درويش هو من هو؟ يعني قامة إبداعية مهمة يعني عالية، تأتي بنص له لنفترض لا على التعيين أنا يوسف يا أبي، قصيدته المعروفة والمشهورة، تأتي يعني واحد ينظر فيها ويحاول يعني نعم جاء قصيدة جميلة ومهمة وطناص مهم، لكن أن تأتي وتقرأ وترى مثلا حجم التكرار الموجود في هذه القصيدة. ويعني محمود درويش علاقته القوية والكبيرة مع النص مهمة مشهودة، لكن ماذا أفعل بهذا التكرار؟ نناقش هذا التكرار. هل خدم النص فنيا؟ هل كان هنالك ضرورات لكل هذا التكرار؟ يا أبي يا أبي يا أبي. يعني هل خدم النص؟ يعني مثلا سيأتي أحدهم يقول هذا هجوم على القضية الفلسطينية ودعم لإسرائيل. يا حبيبي شو علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة يعني هذه بتلك؟ لا. تأتي تجربة أدونيس وتناقش أدونيس. الناس ناقشت أدونيس إلى قيام الساعة يعني، والآن أيضا يعني مواقفه فيما يتعلق بقيم الحداثة، فيما يتعلق بالاختلاسات، فيما يتعلق بالترجمات، فيما يتعلق بالازدواجية والمواقف من الثورات، أنه مع الثورة الإيرانية الخمينية وهي خرجت من الأئمة والجوامع وكذا، ولكن هو متحفظ فيما يتعلق في الوضع في سوريا، لأنه هو كان يريد أن المظاهرات والاعتصامات تخرج من دور الأوبرا والمسارح وصالات العرض التشكيلية وليس من الجامعات. وقتها
كان يعني أدونيس سيدعم هذه التظاهرات. طبعا أنا أشك في هذا الموضوع. أدونيس أيضا يعني إذا من أنت أدونيس؟ من أنت حتى تنتقد أدونيس؟ كيف لك، من أين لك هذه الجرأة؟ أنت تبحث عن الشهرة. أنت تنتقد منقد مجرد النقد والتحرش والشهرة. شو ما أي شهرة يعني تأتي من الموضوع واثق ومثبت ومعزز. قبل فترة قرأت بعض النصوص لسليم بركات، شوف صفحة كاملة من إحدى قصائده، كمية التكرار مهولة، تكرار 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 مهول مهول. ويعني سأنشر لاحقا صفحة من كنموذج للحشو والتكرار في قصيدة واحدة. إذا قلت ذلك راح يطلع لي خالد حسين وسامي داوود ويقول من أنت؟ هذا نقد صحفي ورديء و ولا يمتلك أدوات معرفية وأدوات نقدية، وكيف لك تتجرأ على ذلك، وهذا ومن أنت من هالكلام. يعني لا يأخذون الأمر أنه يعني هو يكتب وأنا أتحدث عن فكرة معينة ثابتة. هذا التكرار الفظيع الفائض عن الحد. تعالوا حددوا نسبة الفنية التي تخدم النص، ناقشوا هذا الأمر. نسبة ال 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 يعني الجانب الفني في البناء أو في كذا الأمور النقدية، حددوا النسبة، والزيادة اذكروها، واللي في النصاب حددوها وخلاص وانتهى. لا، هذا النقد صحفي واستهلاكي وسطحي وكذا، يعني على أساس النقد الجحبذ اللي أو الفطحة اللي هز أقطار الثقافة والأدب والنقد. يعني هو الذي أنصف سليم بركات ويكتفي بالمديح ولا يسجل ملحوظة على تجربة سليم بركات. لا، هي تجربة عصية على الخطأ والمثالب وعلى النقد، وهي فوق النقد. واللي لازم ينتقد يعني من ينتقد سليم بركات ينبغي أن يتجاوز سليم بركات. مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح. قضية يعني إذا أنت أردت أن تتفيه وتسفيه بذرة النقد، شتلة النقد، حتى ولو كان انطباعي، هنالك الكثير من يعني النقود الانطباعية أو المباحث النقدية الانطباعية غلبت مباحث نقدية أكاديمية، وهنالك الكثير من المباحث النقدية الأكاديمية فيها من الانطباع ما هب ودب. يعني القضية ليست حشر مصطلحات وأسماء نقاد وفلاسفة، وعلى حد تعبير ميشيل فوكو، وعلى حد قول جاك دريدا، ومن هالكلام هذا تحشو نصك وتقدمه للقارئ على أنه نقد أكاديمي يمتلك الأدوات المعرفية والصناعة المعرفة ومن هالكلام. هذا أيضا يعني تقويض للنقد بحجة تنزيه النقد من التطفل أو الاستسهال أو من هذا القبيل. إذن تأتي يعني هل كثيرا ما يعني يصار الحديث عن تابوهات السياسة. إذا كتبت فيها يقول لك أحدهم يا أخي اترك من السياسة وخليك في الأدب. شو بدك بالسياسة؟ تنتقد القضايا السياسية؟ لا توجع رأسك، خليك من هذا الموضوع وركز على الأدب والرواية. طيب، إذا بتكتب لا تنتقد الأديان، تنتقد المتدينين، لا تنتقد الإسلام، تنتقد المسلمين في سلوكياتهم، وترى هل هذه السلوكيات لها سند من الكتاب والسنة، وتناقشهم بمراجعهم بمصادرهم. لا عليك بالأمور الدينية، تترك لها أهلها.
هذه الأمور الدينية لها أهلها، ينبغي أن تكون فقيها مجتهدا عالما علامة وبحر العلوم وكل القصص، حتى يعني تقول كلمة في حق سلوك اقترفه رجل دين مجتهد دين عالم دين، اجتهد في أمر ما وأخطأ. لا، هذه الأمور لا، ابتعد عنها، بلا لك وجع الرأس. طيب ماذا تبقى من هذه الضلعين شو الدين والسياسة؟ وماذا تبقى؟ الجنس أيضا عندما تأتي وتكتب فيما يتعلق بموضوع ما، هو توظف مشهدا جنسيا في سياقه، يطلع لك واحد بيطالع هذا المشهد ويقول لا شوفوا إذا حذفناه من السياق لا يتأثر السياق. مين قال لك لا يتأثر السياق؟ لا يتأثر السياق. وهذا المشهد ليس إقحام وافتعال كما تتوهم، وليس يعني اعتداء على المجتمع الكردي أو المجتمع العربي أو المجتمع الفلسطيني كما تتوهم. الموضوع ليس بهذا التصدير والتضليل والبهتان. يعني أنا عندما اعترضت على مشهد الاستمناء في مكة القاهرة، كان اعتراضي أنه هذا السلوك قد يكون غريبا مستهجنا في وضح النهار في الشارع أمام فيترينات وأمام أنظار الناس، يمكن تمريره. أنا ذكرت في المقال أنه احتمال يأتي ناقد ويقول نعم يجري هذا، نعم يجري هذا، ممكن يجري هذا. لكن أن تأتي مصورة أفلام تسجيلية وتصور هذا المشهد، هذا كمان غريب. يضاف إلى يعني منطق الأحوال والأشياء لا يستطيع قد يأتي ناقد نعم ممكن أن يجري هذا الشيء، لأنه في وضح النهار يجرى تصوير فيلم بورنو، وهذا الفيلم البورنو يتم توظيفه ويقدم إلى جائزة جاليري شغل كايرو، ويمنح هذا الفيلم البورنوغرافي جائزة. يعني هون طفح ما بتزبط، يعني هون يعني مين بيجي ما بتزبط. هذا تشويه للمدينة وتشويه للتحكيم وتشويه في مصر. هذا يعني الأفلام الإباحية البورنوغرافية الوثائقية تحصل على جوائز. هذا غريب، لأن لا حاليا ولا بعد 17,000 سنة ما هذا كان وجه ملاحظتي. يأتي واحد ويقول ويستحضر هذا الاعتراض أو الانتقاد أو كذا أو الملحوظة ويقول مثل ما قاله شنغوسي فأنا أعترض على هذا الموضوع. يا حبيبي مش هيك يعني أنت غلطان، يعني فهمان الموضوع غلط. مش هيك، لا النقد ولا التداخل بين الاستحضارات والخلط في المواضيع غلط، وعلى أنه والله هذا استهداف. وطبعا لم يكن لا استهدافا ولا هم يحزنون. والمرأة الفلسطينية والمرأة العربية والمرأة في قبائل الزولو والمرأة في أمريكا اللاتينية والمرأة في أستراليا وفي كردستان، يعني شرفها من شرف أي إنسان في هذا لا ينبغي يعني المس بشرف وكرامة الناس. الموضوع مش هيك. أما التجيير والتحويل والتوظيف واللعب على العواطف واتخاذ شرف النساء منصة للصعود واختلاق بطولات وهمية كاذبة، هذا موضوع آخر، هاي مسألة أخرى، موضوع آخر، يعني أتجنب الحديث حوله. إجمالا مسألة الأدب، يعني الأدب المعقم والأدب اللي يتجنب الحديث عن السياسة ويتجنب الحديث عن الدين ويتجنب الحديث عن الجنس. طيب ماذا تبقى من هذا الأدب؟ هذا قلة أدب، مش قلة أدب، انعدام أدب. يعني الأدب الخالي من الأسئلة، الأدب الذي لا ينسجم مع معطيات وتفاصيل الواقع،
على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الفلسفي والفكري، بدون أسئلة يعني، وبدون انتقادات، بدون مواقف. كيف يمكن أن نعتبره يعني أدبا؟ أنا يعني أردت في هذا الفيديو تحريك بعض الأسئلة في هذا الخصوص. البعض يعني رأى أنه يعني أنه كثيرون يعني شاطروا الشيخ الشعراوي وسجدوا لله شكرا. طبعا هذا كلام غير دقيق ومبالغ فيه. يعني مشان تدافع عن الشعراوي بدك تعمل نصف الشعب المصري ساجدين شكرا وحمدا لله على هزيمة مصر. مش صحيح هذا الكلام. الذين قتلوا بنيران الإسرائيليين في 67 عشرات الألوف، هؤلاء مصريون. يعني سؤال الوطنية هنا ينبغي أن نطرح سؤال الوطنية، لأن الموضوع موضوع سياسي. طالما لا يوجد سند ديني شرعي من الكتاب، من السنة، من الاجتهاد، من القياس، ما في سند. فإذا هو موقف سياسي. هذا الموقف السياسي يحرك سؤالا سياسيا يتعلق بمسألة الولاء للوطن، مسألة الوطنية عند الشعراوي. وأنا ذا أتيت بحديث للرسول الكريم عندما أجبر على مغادرة مكة، قريش التي أجبرته أبناء عمومته، أبناء أمية ومن يعني لفهم من جاهلية قريش، أجبروه على مغادرة مكة، موطنه، بلده اللي ولد فيه. بعد عودته يعني ماذا فعل؟ لم ينتقم، لم يثأر. وهو حتى ولو صار مشكل بين قريش وبين قبائل أخرى في فترة تواجده مع في المدينة، يعني النبي الكريم وهو كريم لن يصطف مع الجهة المعادية لقريش حتى ولو كانت جهة وثنية، لأنه والله عدو العدو صديق، مش هيك. ولن يشكر الله على هزيمة قريش أثناء، يعني طبعا هذا افتراض واحتمال، لأنه معروف عن النبي، بدليل عندما عاد يعني عفى عن أبو سفيان. مش بس كل من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كل هذا يعني. طيب إذا وضعنا هذا الموقف، ينبغي للشيخ الشعراوي أن يقيس بهذا الميزان. مش والله مصر في حضن الشيوعية. طيب أنت صرت وزير أوقاف في عهد السادات، مصر كانت في حضن مين وقت هذاك؟ يعني حضن الشيوعية وكمان حضن الغرب. هذا كمان سؤال. يعني لا قيادات. طيب الأزهر، من شيوخ آخرين أنا لا أعلم من الشيوخ الآخرين سجد شكرا وحمدا لله على هزيمة مصر؟ يعني الشعراوي، هنالك نسخ من الشعراوي موجودة في بلدان أخرى، موجودة في إيران نسخة من الشعراوي، موجودة في السعودية نسخة من الشعراوي، في بلدان أخرى أيضا هنالك. لكل بلد له شعراوي، مثل ما لكل بلد له طارق إمام، مثل ما لكل بلد له نسخة من اللي يعني على مستوى الأدب، على مستوى الدين، على مستوى السياسة، أسماء مختلفة لكن الكينونات متشابهة. السلوك يتشابه ويتقاطع في حيثيات معينة. طبعا هذا السلوك الوطني. طيب سؤال يعني نحن نطرح أسئلة. نفترض طالما في سنة 67 سجد الشيخ الشعراوي شكرا لله على هزيمة مصر. طبعا هزيمة مصر هي انتصار لإسرائيل. طيب إذا عرض على الشيخ الشعراوي التعامل مع إسرائيل ضد نظام عبد الناصر، هل كان سيقبل أم سيرفض؟ هذا سؤال احتمال، سؤال افتراض. من يشكر الله على هزيمة مصر، البلد، الوطن، الشعب، المجتمع، مش بس هزيمة مصر،
هزيمة سوريا عفوا، وهزيمة فلسطين، وهزيمة لبنان، وهزيمة الأردن، وهزيمة مصر. أن يشكر الله على هذه الهزائم كلها. يعني هل يمكن إذا عرضت عليه إسرائيل التعامل معها ضد نظام عبد الناصر هرسي يقبل أم سيرفض؟ سؤال. طالما يعني يصار الحديث عن طيب، هل السجود شكرا لله على هزيمة مصر وانتصار إسرائيل بحجة، بذريعة معينة، بحجة معينة، ألا يمكن أن نعتبره شكلا من أشكال التطبيع كمان، ولو بطريقة غير مباشرة أو طريقة يعني ما يعني نحن نناقش الآن الموضوع سياسي وليس موضوع ديني، لأنه لا يوجد سند شرعي لهذا السلوك. ومن المؤسف القول أنه الأزهر أيضا لم يتخذ. الأزهر يتخذ مواقف من رواية، يتخذ مواقف من كتاب، يأتي ويناقش طه حسين، يكفر طه حسين، يكفر كتاب آخرين، لكن لم يأتي. أنا لا أعلم هل ناقش الأزهر الشريف سلوك الشيخ الشعراوي في تلك الفترة وفتح تحقيق معه بهذا الخصوص. يعني الموضوع مش بسيط، مش بهذه البساطة التي يحاول البعض لفلفتها والتغطية عليها. أختتم يعني هذا الفيديو بهذه الأسئلة، وهي مجرد أسئلة ربما تكون خاطئة أيضا، لكن تأكيد وتثبيت خطأ هذه الأسئلة منوط بالإجابات. إجابات عليها هل هي أسئلة خاطئة وليست في محلها بدليل 1 2 3، هذا متروك لكم. على أمل الحديث في موضوع آخر. دمتم بخير.